اترددت كتير انزل الفيديو ده خصوصا بعد الكومنتات اللي شفتها، بس انا كان حظي حلو اني رحت لقيت المكان فاضي. ده اول مطعم يحاول يدخل فكره كل براحتك او اول يو كان ايت في مصر، وهنا انا بقول بيحاول لان اكيد التجربه هيبقى فيها حاجات حلوه وحاجات وحشه. عاملين عرض البيتزا ب 155 جنيه بلس بلس، تاكل بيتزا زي ما انت عاوز لحد ما تقول لهم خلاص شبعت. اول ما نزل العرض ده واتعمل له اعلانات حصل ضغط كبير على المكان، فدخلت الكومنتات على البيج عندهم لقيت ناس كتير مش مبسوطه من اللي بيحصل. ويتنج ليست بتوصل لساعه وبتدخل جوه تقعد ساعه لحد ما ينزل اول سلايس بيتزا. حابب بس اقول ان دي تجربه شخصيه كانت في تيدز فرع الماظة، وكانت الساعه 9 بالليل تقريبا. عملت سكان للمنيو عشان اشوف انواع البيتزا اللي ممكن اطلب منها، فهم بيعملوا البيتزا كل راوند بطعمين مختلفين. نزل لنا اول سلايسين بيتزا بعد ربع ساعه تقريبا، كانت بيتزا مشروم. البيتزا ايطالي فالعجينه رفيعه جدا، طعم الجبنه فيها حلو بس المشروم كان نص قطعه فما حسيتش بيه في الطعم قوي. تعتبر بالنسبه لي بيتزا جبنه لكن البيتزا نفسها طعمها حلو. تاني سلايسين نزلوا بعد 10 دقايق وكانوا ميت لافرز وجمبري، وغالبا بعد ما لقونا بنصور نزلوا بعدها بدقيقتين سلايسين كمان مارجريتا وكواترو فورماج، لكن ده ما كانش معانا احنا بس. وهنا بقى قررت استخدم ايدي لان البيتزا ما بتتاكلش غير كده. بدات اول حاجه بالمارجريتا، عجينه ايطالي بس بشوف بره بيحطوا طماطم شيري ورق ريحان كده ما كانش موجود. دخلت بعد كده على الكواترو فورماج، دي بتبقى اربع انواع جبن، هي مليانه جبن بصراحه والجبن كلها طعمها طبيعي فطريه جدا لكن حسيتها شبه المشروم. دقت بعد كده الميت لافرز ونفس ملحوظه ان التوبنج قليل شويه، يعني سجق وبيبروني وسوسيس ربع قطعه من كل حاجه. بس دي بصراحه كانت احلى واحده دقتها لحد دلوقتي ومختلفه شويه في الطعم، لاني كنت بدات احس ان البيتزا كلها طعمها واحد. كمان طعم الصلصه اللي في البيتزا كان مسكر شويه، فدي بس الحاجه اللي مش متعود عليها. المفروض بقى ان دي بيتزا شريمب، اي جمبري ابحث عنه بقى عشان مش هتلاقيه، تلاقي ربع واحده وحيده كده فوق، فما حسيتش في البيتزا دي بطعم جمبري اصلا. وهنا انا كنت خلاص شبعت بس كان فاضل طعمين، فقررت اقفل بقى اللعبه معاهم، فطلبت بيبسي عشان اكمل بس كان سعره مبالغ فيه شويه. نزل لنا سلايسين كمان كانوا بيبروني وفيجيتابلز، اي خضار. نفس الملحوظه على الخضار انه فلفل الوان بس، يعني مفيش زيتون بصل اي حاجه. حسيت انها شبه اللي قبلهم بس برضه طعم الصلصه المسكره. واختمت اخر حاجه بالبيبروني، ودي هحطها تحت الميت لافرز، وتعتبر من احسن البيتزات اللي دقتها عندهم. مليانه جبن وصلصه بس برضه الصلصه من كتر ما اكلتها بقى في كل البيتزات بدا طعمها يبقى اوفر سكر شويه في بقي. قلبنا بقى الكارت ان احنا خلصنا، فنزل لنا حلو المفروض نوتيلا وعامل زي العيش الشامي، والشوكولاته طعمها ما كانش احسن حاجه. ملخص التجربه ان المكان كان فاضي ورايق، فالناس هناك اللي شغاله عاوزين يطلعوك من هناك فعلا مبسوط من التجربه. سالتهم برضه هو الدنيا رايقه بالليل بس كده ولا امتى على مدار اليوم، قالوا ان الاسبوع اللي فات فعلا حصل زحمه رهيبه، لكن من يوم الاحد اللي فات 22/5 الدنيا هديت فالموضوع بقى لذيذ. مش معنى اني رحت لقيت الدنيا حلوه ان كل الناس اللي بتشتكي دي غلط، لا انتوا معاكم حق. وكان لازم المطعم يرد حتى على الناس في الكومنتات على البيج عندهم او يحاول حتى يلاقي حل للويتنج ليست. واخيرا انا ضد فكره ان حد يقف طابور عشان ياكل، انت دافع فلوس لازم تتبسط. لقيت الدنيا زحمه مش هيفوتك حاجه في الحياه سواء هنا او في اي محل. العرض هيبقى حلو لو حاولت تاكل 12 14 قطعه، لكن انت ليه تعمل في نفسك كده اصلا؟ ممكن تشتري بيتزا واحده من عندهم او من اي محل بيتزا وهتشبعك وهتدفع نفس الرقم او اقل منه كمان. لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك وشير، ولو ليكم تجربه مع تيدز يا ريت تكتبوها لي في الكومنتات. وما تنساش لو حبيت تشتري حاجه من على نون دخل البروم كودز دي هتاخد خصم وتوصيل مجاني لحد باب بيتك. شكرا جدا ليكم، سلام.